الحمد لله، نحن نراكم يوما بعد يوم تجربة إيجابية في مجال تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء التشاوري الذي تعقده كتاب الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي مع الشبكات والاتحادات والعاملة في مجال الإعاقة. الهدف منه أولا هو إعمال المقاربة التشاركية في بلورة الرؤى والتصورات، بالخصوص فيما يتعلق بالبحث الوطني الثالث حول الإعاقة، الاستماع إلى ملاحظاتهم، الاستماع إلى اقتراحاتهم، والقيام بنوع من تقييم البحث السابق اللي كان، ونشوفوا شنو هو يعني مكان من تجويد هذا البحث، ولأن هناك العديد من المعطيات الجديدة ينبغي أخذها بعين الاعتبار، خصوصا مع هذه التوجهات الجديدة ديال الحكومة فيما يتعلق بإرساء نموذج ديال الدولة الاجتماعية ببلادنا. فهذا البحث الوطني ليس غاية في حد ذاته، ولكنه هو وسيلة للحصول على المعطيات، على الأرقام، لتمكين الفاعل العمومي، لتمكين الحكومة، لتمكين المؤسسات المنتخبة من خريطة طريق وطنية، وكذلك على مستوى الجهوي لتبنيها في إطار سياساتها وبرامجها العمومية، بحال اللي قلت، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الترابي.